السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وسيله كيتشن. اليوم بغيت نتقاسم معكم حلوه دوازتاي اللي غادي نديروها بالكوك واللوز. كتجي رائعه ومعلكه، غادي ان شاء الله تعجبكم وتجربوها تبارطاجيوها مع صحابكم. الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا ليها جيم وتشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك تابعوني في صفحاتي على الفيسبوك وعلى تويتر اللي غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. 125 غرام ديال الزبده مذوبه، بيضه كامله، كاس ديال اللوز اللي خديته ومسحته وطحنته على هذا الشكل حتى كيرجع بودره، كاس الشاي بطبيعه الحال، كاس كذلك ديال الكوك اللي كنطحنوه حتى هو، كاس مع مرج ديال سكر سنيده تقريبا ما يعادل واحد 100 غرام، ساشي ديال الفاني 8 غرام، ونص ديال خماره ديال الحلويات ما يعادل تقريبا واحد 4 غرام. بالنسبه للدقيق انا عندي هنايا 600 غرام. في الاخير نقول لكم شحال خدات مني. اول مرحله كناخذوا الزبده كنضيفوا ليها البيض، سكر سنيده والفاني وكنخلطوهم مزيان حتى كيذوب لينا السكر سنيده مزيان مع البيض. من بعد كنضيفوا الكوك واللوز وكناخذوا كذلك الخماره كنضيفوها كنغربلوها باش ما يبقاوش فيها الحبيبات، وكنبداو نضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون لين ما يكونش كيلصق في اليد. يعني منين نكوروه ما خصوش يكون كيلصق. بالنسبه للتزيين غادي ناخذوا ابيض البيض اللي كنخفقوه واحد شويه باش نحيدو منه الخيوط، اللوز مفسخ ومطحون، السوريز كونفي او اللي كيمكن لكم تعوضوه كذلك بالكاوكاو على حسب المتوفر عندكم. كناخذوا العجين ديالنا كنبداو نشكلوا كويرات على حسب الرغبه، كندوزوهم في ابيض البيض، من بعد كنديروهم في اللوز اللي عندنا مهرمش وكنحطوهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفرن، كنضغطوا عليهم شي شويه من الفوق وكنديروا ليهم نصف حبه ديال السوريز كونفي او لا كاوكاو او اللوز على حسب اللي نتوما كتوفروا عليه. كنستمروا على نفس الطريقه حتى كنكملوا العجين اللي عندنا كامل. من بعد كناخذوا اللاطه ديالتنا كنسخنوا فران مزيان على عافيه اللي تكون مجهده، من بعد غادي ندخلوا اللاطه ديالنا للفرن على عافيه متوسطه، كنخليوه حتى كيتحمر وكنقدموا لكم بالصحه والراحه على هذا الشكل هذا. فكنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها، فهي كتجي لذيذه بزاف ومعلك من داخل، ففعلا كيستحق التجربه. كذلك قدمت لكم بشكل اخر اللي كيمكن انكم تزينوه بالكاوكاو كيف ما كتشوفوا معايا. فكنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، انكم ديروا جيم لا فيديو وتشتركوا معايا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. كنتمنى لكم فرجه ممتعه في بقيه الفيديوهات ديالي، وكنقول لكم بسلام عليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.